السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالي السهله والبسيطه في تحضير الحريره المغربيه. طريقه جدا بسيطه. هنا عندي واحد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال العدس اللي مغسول من قبل. هنا عندي واحد تقريبا زلافه صغيره ديال الحمص، انا كنخليه بالقشره ديالو. هنا عندي واحد حبه ديال البصله متوسطه. عندي 3 المطيشات اللي حيت لهم القشره ديالهم، ممكن تخليهم بالقشره، انا ما تعجبنيش القشره تبان ليا في الحريره. وعندي هنا واحد شويه تقريبا قبطه صغيره ديال الكرفس اللي حيدت انا غير الوراق ديالو، ما تنخدمش بالعواد. وواحد القبطه مخلطه بين المعدنوس والقزبور، فقط هادشي اللي عندنا. فانا في واحد الخلاط كهربائي غندير كلشي يتطحن في دقه واحده، يعني في مره واحده غنطحن كلشي. طريقه سهله بالنسبه للناس المبتدئين ما تعرفوش الحريره او ما كتسبق لهم، نعطيهم الطريقه اللي كتجي سهله جدا. فغندير نقطع البصله، هاد القطع عشوائيه لان كلشي غادي يطحن. مطيشه كذلك حتى هي، كلشي كما قلت لكم يدار في الخلاط. وكتجي بنينه. عندي هنا كما قلت لكم واحد الكميه لا باس بها من، انا كناخذ الكرفس غير الوراق ديالو، كنديرش العواد، يعني الوراق الكرفس اللي موصولين من قبل والمعدنوس والقزبور. غندير كلشي هنا في الخلاط الكهربائي وغنضيف لهم واحد شويه ديال الماء، واحد الكميه اللي غطحن لينا، وغنطحنهم ونرجع معكم ان شاء الله. انا ضفت الماء اللي غيكفيني للطحين صافي. غنطحن كلشي كما قلت لكم في دقه واحده. بسم الله. صافي هنا بعد ما طحنا الخليط ديالنا غناخذوا طنجره الضغط، نكبوا فيها الخليط ديالنا. كاسنيت ديال الخلاط اللي عندنا كنعمروه بالماء باش حتى حاجه ما كتضيع، وكنعاودو نزيدو لنا طنجره الضغط. صافي هنا كنضيف الحمص اللي عندي، كما قلت لكم الحمص واحد زلافه صغيره، وانتم كديروا الحمص على حسب كاين اللي كيبغي كاين اللي ما كيبغي، على حسب الكميه اللي بغيتو. نزيدو الحمص، نزيدو العدس. هنا عندي واحد 2 معالق كبار عامرين ديال العدس مغسول مزيان، منقي ومغسول مزيان. هنا غنبداو نديرو في التوابل ديالنا. بالنسبه للتوابل عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي اولا الكركم، كلنا كنعرفوا الفوائد ديالو في الطبخ اولا من غير الطبخ. الملحه على حسب الذوق، واحد المعلقه صغيره ما عمرش، على حسب النوعيه الملحه اللي عندكم. انا هاد الملحه اللي عندي ديال البحر، فما كتكونش فيها نسبه الملوحه عاليه حيت ما فيهاش اليود. واحد المعلقه ما عمرش ديال السكنجبير، لان غندير انا سكنجبير خضر فما غنكثرش هذا اللي مطحون. كيعجبني البنه ديال السكنجبير خضر في الحريره، جربوها كتجي خطيره، خصوصا في هذا الوقت البرد مزيان للصدر. شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، البابريكا اولا التحميره، واحد المعلقه 2 معالق صغار تقريبا ما عامرينش. القرفه واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، انا ما بقاش عندي قرفه بزاف فعندي هاد الكميه هادي. كنديروا معلقه صغيره ما عامرش. وهنا غنضيف واحد شويه ديال السكنجبير طري محكوك. صافي هادو هما المكونات اللي عندنا في الحريره. مكونات سهله جدا ما فيهاش تعقيدات، مكونات بسيطه. غندورها نشوف غير واش نتاكد نزيد ليها الماء ولا لا. غنزيد لها شويه ديال الماء غنزيد لها دابا شويه ديال الماء وغنسد عليها الطيب حتى تقريبا واحد ملي كتبدا تصفر. كنديروا واحد 3 ساعه حتى نص ساعه، ما كنجهدوش العافيه باش ما تحرقش، غير كيطيب لنا الحمص صافي كتكون واجده عندنا.
كما قلت لكم انا غنزيد باقي الماء، هنا غنزيد الماء بارك على البركه. صافي فوق النار واحد نحسبوا لها ملي تبدا تصفر واحد تقريبا بين 20 دقيقه و 30 دقيقه ونطفيو ونحلوها. طبعا عندنا الحمص صافي ديك الساعه كندوروها. هنا من بعد ما دازت واحد المده تقريبا ديال واحد 30 دقيقه ولا سميتو طاب لينا الحمص، غنضيفو هنا واحد 2 معالق كبار ديال الشعريه، هذه كتبقى اختياريه، وغنخليوها حتى كطيب لنا ديك الشعريه ونشوفوا ديك الساعه خصنا باقي نزيدو باش ندورها بالدقيق نزيدو. صافي هنايا بديت هنا كندورها بالماء والدقيق، كاين اللي كيدورها بالبطاطا، كاين اللي باش كيدورها، انا كندورها بالماء والدقيق، شويه الدقيق ديال الابيض طحنته مع شويه ديال الماء، وهنا كنضيفو وكنبقى ندورها هنا، كنبقى نستمروا في التحريك باش ما يتحرقش لينا من التحت، كنبقى نستمروا في التحريك حتى كتعقد لينا شويه الحريره، كنوصلوا للقوام اللي بغينا فيها. صافي وبصحتكم وراحتكم، نتوجد معايا ان شاء الله نرجع معكم.